مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. اليوم جيت بواحد الموضوع باش نناقش واحد 3 العينات ديال المواطنين المغاربه اللي عايشين اوروبا، منهم 2 اللي عايشين في اوروبا، دريس فرحان وعلي المرابط. اما حميد المهداوي راه فسلا. وهاد العينات هادي غنحاولوا نفصلوها ونشرحوا للمواطنين اشنا هي اسباب وخلفيات الحقد والكراهيه ديالهم على المؤسسات الوطنيه المغربيه. غناخدو مثلا علي المرابط. علي المرابط اللي جالس في وسط الدار داك الشقه في فرنسا، لان الدار ضيقه والمراه صبليونيه مبغاش تعطيه بيت باش يدير البيرو، جلساتو في وسط الدار، وهذا هو الحد ديالو. هي ما يضرب هو جالس في وسط الدار قريب لباب الدار، يعني على برا. هاد السيد هذا ماشي ولد تطوان، هو ولد النواحي ديال تركيست، داك عريبان من باريكا، ماشي ريفي. كان دابز مع باه والعائله ديالو على واحد الارض تيزرعوا فيها الحشيش. كان بغا ياكلهم فيها وكان حماق، وعلى داك الحماق ديالو جعل باه مع مو يمشيو يستقروا في تطوان وتبعهم. وهي الدار اللي كان عيدير فيها اصلاح، وقال المقدم ما بغاش يعطيه رخصه، وكان سبب باش يهاجر لاسبانيا. ومن بعد فاش تبرأ منه باه طلع للرباط ومشى ليسي ديكار. وهادشي اللي خلاه اليوم واحد الانسان جاهل ضد بلادو وضد عائلته. والدليل على ذلك فاش كان في الحبس ما تاقش في خوتو، وكلف خوت وحده اللي كان مستقر عندها في اكدال حدا سفارات فرنسا، تينعس عندها، وعنده داك البيسكليت، وعنده واحد البيرو بيسي واحد. وهذا السيد هذا اللي خرج البارح ويحاول، بل لا يحاول، خرج ليها بيو، خرج وعلم انه ناطق رسمي باسم هذوك خوشيبات اللي مشاو للجزائر باش يتلقاو تدريبات جهاديه ولا انتحاريه. وهي العمليه اللي استنكروا لها الريافه واستنكرت لها بنت المناضل الكريم الخطابي، وقالت بالحرف ان الكريم الخطابي هو موروث لكل المغاربه، وبالتالي عبد الكريم الخطابي لم يكن يوما منشقا او عدوا للوطن. مزيان. بالنسبه لحميد المهداوي ودريس فرحان وزيد معاهم تا علي المرابط، تيبانوا ليا تيتشابهوا. واش هما ام وحده ولا القابله اللي قطعت لهم السره وحده؟ تنقول هذه لان ملي تنشوف حميد المهداوي ودريس فرحان متقاربين بزاف، بحال الدم تيجري في عرقهم. حميد المهداوي قال لك ان البوليساريو ما يثيقوش بالحكم الذاتي لانه هدموا ليه الدار اللي
تجاوز الحدود وبناها بدون قانون وزرع القطوات ودار البيع، الفوضى في البلاد. قال لك لا حيت هي في الخلا، واش قربهم ليا ندير اللي بغيت. مزيان. هاد السيد هذا شفناه ساكت وما هضرش، تيقول لك انا وطني وانا وطاكي. هو فين هي الوطنيه ملي استقبلات الجزائر هاد الريافه؟ ولا انت طامع تلتحق بهم او دايرينك تناضل هنا لداخل باش تنشر الاخبار الزائفه والادعاءات الكاذبه. وداك الشيء علاش اليوم ساكت. وانا اليوم صيفط لي واحد الطبيب واحد المقال يتحدث فيه عن واحد المرض تيخرج في الجلد، بحال اللي قال ادريس فرحان، قال لك كلاشي تقيوتات، كلاشي تقيوتات، ومن بعد شهر ولا شهرين نط فيه الحبوب في اللحم ديالو. وسهل تصيط المهداوي يعطيك بوماضات الكزيمه، ابسط الاشياء والدواء ديال المهداوي. هذا ادريس فرحان بحالو بحال هاد ثلاثه جوج ديال الخوشيبات. الهدف ديالهم هو اتهام مؤسسات ومسؤولين مغاربه على انهم هما المسؤولين على المشاكل ديالهم وعلى عقليته. والحال الا جينا نحلو داكشي اللي تيقولوا ونفصلوه غنفهموا بان هؤلاء مندسين في المغرب لخدمة أجندة خارجية. والدليل على ذلك أن المهداوي اللي رابط ليه الدار ورابط ليه الصورة صبح داير الصينية وتيطلب عباد الله يدعموه في القناة. حنا ما تنطلبوش عباد الله يدعمونا في القناة، لا، حنا بغينا الناس اللي يفهمونا، لأن هناك الكثير من المغالطات خصها توضح. اللي آمن بها مرحبا، واللي ما آمنش بها هذاك شغله، لأن الأصل كل واحد تيدير شغله. حنا ماشي هنا تنركبو على واحد الموجة بحيث واحد من الناس تينتقدوهم ولا كما تيتصوروا باغا فيهم الخدمة، وهم لا يمثلون حتى نقطة البحر، لا شيء، حتى لعبة والو، فقط ولفوا وحفظوا شي سميات ديال المسؤولين وشي سميات اللي تتمررها لهم الجهات الخارجية اللي تيشتغلوا معاهم. لأن المخابرات العسكرية ديال شنقريحة بحال الجمل تترعى في العذاب، وفي العذاب بحال هاد النوع ديال هاد الأشخاص اللي ما بغاش يعنى ليهم البال، وتينوض كل واحد دار موضة ديال مؤسسة من المؤسسات بحال الطوجمي. وهنا تيبقى المشكل كلشي توضح مع هاد المجموعة ديال الخشيبات ديال الريافة اللي هبطوا للجزائر، وطلع دغيا باش ما يفوتش الحال يدبر على راسو علي المرابط، ودار راسو ناطق رسمي باسم هذيك المجموعة ديال الخشيبات الريافة اللي
جميع اليافا استنكروا هذاك العمل اللي قاموا به في الجزائر. دابا حطوهم تما باش يجندوهم، وربما يستعملوهم في شي امور حنا بعاد عليها، لان اليوم تحت المسؤوليه ديالهم، والنفاق اللي داروه راه باين، او المعبر باين، وتوضحات العمليه. وعلاش ايران مرتبطه ولا دخلات مع الجزائر من اجل نشر واحد الامور اللي هي خارجه عن القانون، كنشر ارهاب والتطرف والدفع بما يسمى مغاربه بلا هويه من اجل الدخول في المواجهه. وربما علي المرابط في هذاك الفيديو اللي دار نشر واحد الخريطه وسماه اللسان ديال فيكي. مزيان تيقول لك اللسان ما فيه عظم، حيت انت السي علي المرابط اعظم، وهذا العظم هذا ايوقف لك هنا اللي هو المغرب اللي تتكرهو وتتكره الشعب ديالو. انت كرهت القبيله ديالك، كرهت بوك، بحال هاد الفريفرا سعيد فرحان قال لك نعم سيدي هو خبير في الشأن الديني، او كشك هذا ولا كيشك، وعنده علاقات مع العدل والإحسان. حنا تنتمنى في إطار ما يجري حاليا في المتغيرات ديال العدل والإحسان، تخرج تقول لنا واش هذا السيد هذا معاه أو لا. وحتى لا كان مهتم بالشأن الديني، كيفاش يكون متشبع بالتطرف والكراهية ضد البلاد وضد المسؤولين؟ قال لك بغى يصور راسو بحال هو جهاز دولي. قال لك اتصلت بيا المخابرات البلجيكيه، ومن بعد منها اتصلت به المخابرات الفرنسيه، وقالوا واش يمكن نترجموا لك هذا المقال باش نعطيوه للرئيس الفرنسي. يا سلام، هذا راه عليم احنا ما عارفينوش. ولكن الاشكال فين كاين؟ ماشي في هذا الاشكال، في الجهات الخارجيه اللي مدعمه هذا النوع من الخشبات اللي تيحاولوا يضروا المغرب، ولكن ما يوصلوش لانهم ضعاف. لان اولا المغرب مبني على مؤسسات، مبني على الصرامه، مبني ويؤمن بالسلام والسلم والتعايش. اما وان يجي هذا دريس فرحان ويقول لك انا اتصلت وعرفت الاعوان العاملين في السفارات في اوروبا والسفراء وما نعرف شي مسؤولين اخرين في اجهزه معينه، فالفارق انه يريد توريط مسؤولين لانهم هم مجرد عاملين لجهات خارجيه. والدليل على ذلك تعالي المرابط تيحاول يلبس بعض المسؤولين شي تهمه، بحال اللي دار في الفيديو. قال لك فاش كان حسن أريد ناطق رسمي اسمه القصر الملكي، سولوا واش هادوك ديال
لا جهه ديال الجهاد الاسلامي الجزائري اللي كانوا دخلوا المغرب قتلوا ما عرفت 20 ولا 40، قال له جو نو سي با، لا ما عرفتش، ولكن راهم باقيين في المغرب. وزاد باش تعرفوا الذكاء ديال علي المرابط، يستشهدوا دائما بالموتى، منهم مدير ديال لاي بي اللي كان في ذاك الوقت، قال لك الله يرحمه مات، اللي كان في ذاك الوقت طردوا المغرب لانه كان متفق مع المخابرات العسكريه الجزائريه، وهذا ما فيه عيب، كل بلاد تتحصن التراب ديالها. اذا ملي تنشوفوا هاد العينات اللي يمكن هما بثلاثه، مرة وحده قطعت لهم المصير، مات فاش تزادوا قابله، جوج تيتشابهوا في الفيغورات، حميد الخداوي ودريس فرحان، وعلي المرابط مجرد لقيط يبحث عن وطن للاستقرار فيه، ولكن الصبليونيه صبحت تما، حطاتو في الهول بوصدار باش تصدروا من باب الدار. وشكرا لكم.